لما سلفتي كده تكلمني وتقولي عايزين ناكل بشاميل يبقى ناكل بشاميل. جبنا هنا بقى معانا حلة وحطينا فيها زيت وحطينا فيها رشة من الملح، مش هنكتر الزيت برضو. نجيب بقى هنا ايه 1.5 كيلو من المكرونة السايبة، وللأسف أنا أصلا يعني غلطة ومش هغلطها تاني. أنا بفضل الأكياس أفضل، لأن السايبة فيها نشا كتير قوي زي ما احنا شايفين كده، فالأفضل يبقى ايه الأكياس. تمام. سلقنا المكرونة، نجيب بقى حلة نحط فيها زيت، ونحط فيها سمنة، ونحط نص كوباية من الدقيق. يعني نحط مثلا نص كوباية من الزيت على الدقيق، ونحط نص كوباية من الدقيق. تمام. تمام. نفضل بقى نقلب كده في الدقيق كده مع بعض بالسمنة والزيت. عايزة تحطي سمنة بس تمام مش مشكلة. نجيب بقى هنا ننزل ب1.5 لتر من المية من اللبن. وبعد ما حطينا 1.5 لتر من اللبن، نفضل نقلب كده. تمام. نحط مكعب من المرقة، نحط رشة فلفل اسود، نحط رشة من الملح، منكترش الملح برضو، ونفضل برضو نستمر في الايه في التقليب. تمام. ايدي بصي فيه كده ما نفضلش نغيب ثانية عليه. خلاص كده تقلوا بقى معانا حلو قوي. نجيب بقى صينية نحط فيها معلقة كبيرة حلوة كده من السمنة او الزبدة، نحط فيها قطع الفراخ اللي احنا قطعناها شرايح، ملح فلفل اسود. نقلب كده الكلام ده كله مع بعض لغاية ما ياخد معانا اللون الحلو ده، والفراخ تكون استوت. نحطها كده في طبق سيرفيس كده. نيجي بقى عندي القمر ده شوية ألوان كده، فلفل أخضر وأحمر وأصفر. تمام. من كل حاجة مثلا نص. ونجيب هنا طماطميتين صغيرين قطيتين، ونقطعهم مكعبات. هنا بقى في الكبة هنحط 3 قطيات ومعاهم نص فلفلاية حمرا ضربناهم في الخلاط أو الكبة. نيجي هنا في نفس الطاسة اللي عملنا فيها الفراخ، حطينا فيها هنا شوية من الزيت، ننزل بيها عليها الفلفل الألوان والطماطم، نحط رشة ملح ورشة فلفل أسمر، وننزل بعد ما يدبلوا كده مع بعضهم بالقوطة، يعني عصير الطماطم. نحط ملح، نحط فلفل، ونحط كمون. تمام. برضو ما نكترش الكمون. نيجي بقى للتركية اللي هتخلي الطعم معانا حكاية. هنحط كده شوية من اللبن، يعني ممكن نص فنجان. بعد كده نحط بقى الفراخ بتاعتنا، ونسيبها ايه لحد ما تستوي مع بعض. هنا بقى اللهم صل على النبي، بقى نجيب الصواني نحط كده في الأرضية بتاعة الصينية، نحط شوية من البشاميل، خلطت على المكرونة نص البشاميل. تمام. ورحت بقى ايه رصة الصينيتين، حطيت جزء هنا وجزء هنا. تمام كده. نيجي بقى ايه الخلطة بتاعتنا الحلوة دي، نحط بقى كده كأنها يعني ايه خلطة بقى. ممكن تحشيها زي ما انت عاوزة، لحمة مفرومة، احنا عملناها كده ايه زي الشاورما كده، حاجة كده حكاية. رصيت كده انا هنا الاتنين صينيتين، وبعد كده حطيت الطبقة التانية من المكرونة في الصينية دي وفي الصينية دي، وبعد كده بقى حطيت طبقة من البشاميل على الوش زي ما احنا شايفين كده تحفة. انا بقى هنا اديت لسلفتي واحدة تسويها عندها، وانا سويت واحدة عندي، غلفتها لها كده بالفويل واديتها لها، بعتها لها هي بقى ايه تسويها براحتها بقى في الفرن. هنشوف، انا برضو خليتها تصورها وتبعتها لي برضو عشان ايه اوريكم برضو الاتنين مع بعض. اديتها بقى انا طبعا الصينية دي اللي انا عامل زوم عليها، ايوه هي دي. وانا خدت الصينية التانية طبعا، انا قلت لها لا مش هنسكت بقى، لازم تصوريها لي وهي في الفرن. صورتها لي بالطبع زي ما احنا شايفين كده. هي سوتها وانا كمان سويت بتاعتي. تمام كده بالشكل ده. وبرضو اسكت على كده لا، قلت لما تطلع من الفرن لازم تصورها لي. صورتها لي برضو بعتتها لي فيديو. وطبعا يعني أنا مبسوطة ان هي عجبتهم، وكانت طعمها حكاية حلوة جدا. بس نفضل ان احنا برضو ايه نمسك كل اللي حوالينا. ودي كانت الصينية بتاعتي، وبصراحة بتبقى حاجة كده حلوة كده ايه انك تعملي حاجة وتعجب اللي حواليكي وطبعا يعني اتمنى تجربوا الوصفة كده سهلة وسريعة، مخدتش معانا وقت. مش لازم بقى نعمل بقى جنبها فراخ ولحمة الحاجات دي. يعني الخلطة اللي فيها دي تكفي عن وتغني عن كل اللي احنا بنقوله ده. تمام كده. اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. شايفين بقى الحلاوة بقى والوش بتاعها ده حاجة تحفة حلوة اوي.
نحطها بس من 10 دقايق تحت على الصاجة على طول، وبعد كده 5 دقايق 10 دقايق فوق، وشكرا على كده نطفي عليها وبس كده خلاص، مش تاخد معانا أي وقت خالص. شايفين الحلاوة؟ قمر والله. تسلم ايدي، اشوفكم في وصفة جديدة. السلام عليكم.